مش قلت لكم الاي اي ده مش هيجيبها البر؟ اهو طلع برنامج ذكاء اصطناعي جديد هيغير قواعد اللعبه بالكامل، والسوشيال ميديا كلها هتمشي في سكته بالاجبار لانه هياكل الجيم. برنامج ذكاء اصطناعي وسوشيال ميديا جديد مشتق من شات جي بي تي، بس ده مش طبيعي ابدا وتخطى كل الحدود. الابديت الجديد من صوره اللي اسمه صوره 2. فكره البرنامج ده بقى انك تبقى صانع محتوى وتلف العالم كله وتنفذ اي فكره في اي مكان باي شكل وانت قاعد مكانك في البيت، وده من خلال الافاتار اللي هيبقى نسخه منك بالظبط وبنفس ملامحك، واللي البرنامج هياخده منك من خلال الفيس اي دي. هتقدر تروح بالنسخه دي اي مكان وتتخيل نفسك بتعمل اي حاجه وهو هيعملها مكان، وتقدر تاخد فيديو بالكلام ده وتنشره على باقي المنصات. يعني تقدر تعمل فيديوهات في اماكن مش مسموح لحد الدخول ليها، وتقدر تمثل مع شخصيات وتدخل لهم الافلام والمسلسلات وتعمل حاجات غريبه وما سمعتش عنها قبل كده، وكل ده انت قاعد مكانك اينما كنت بالموبايل اللي في ايدك. تقدر تتخيل نفسك بتعمل اي حاجه في اي مكان ومع اي كائن كان. ودي طبعا نقله قويه جدا في الذكاء الاصطناعي هتفرض تغير جذري على السوشيال ميديا بالكامل. والميزه دي قريب جدا، وافتكروا كلامي، هتتوفر على باقي المنصات بمجرد اثبات كفاءتها. طبعا الناس لما هتلاقي حاجه سهله تنقل فكرتها مش هيبقى وراها غيرها. البرنامج ده دلوقتي متوفر على ايفون وهيتوفر على اندرويد قريب. هسيب لك اللينك في البايو عشان اول ما ينزل تبقى مهتم بيه وتلاقي. البرنامج موجود على جوجل بلاي عادي ومكتوب عليه قريب. المهم ان الكلام ده مش خيال علمي، الكلام ده هيبقى بين ايدين اي حد معاه انترنت الفتره اللي جايه. تفتكروا بقى النسبه الاكبر من الناس هتستخدم الادوات دي صح وتصالحها، ولا هتتسحب معاها في اللي ما يرضيش ربنا؟ فولو ولايك وشير وصلوا على النبي.